بيبدأ فيلمنا مع أسرة صغيرة، أب وأم وابنهم الصغير، واللي كان عمال بيحاول يقرأ القصة دي لحد ما ظهرت غزالة فجأة علشان بعدها يفقد السيطرة وينقلبوا، والوحيد اللي فضل عايش كان هو الطفل. أخد بقى القصة معاه في الشنطة، بس بدأ يسمع أصوات ديابة في المكان وعلى طول بدأ يجري منهم وسط الغابة، ولكن دول كانوا عمالين بيجروا حواليه، وبعدها بدأ يسمع أصواتهم في كل مكان لحد ما ظهروا، ولكن دول يخافوا من حاجة أكبر منهم وكانت عمالة بتكسر في الشجر. وهنا بقى ظهر الكائن الضخم ده، بدأ يقرب لعند الطفل وده قال له انت هتاكلني، فزقله الشنطة وبعدها مدله ايده، وده بقى لونه اتغير فشله بعدها وبدأ يطير لفوق. وبعد ما عدت 6 سنين في مدينة ميلهافن. وبالمناسبة طالما انت مستمتع بقى كده مع ملخص الفيلم، احب اقول لك على قناة فيلم سكريبت، قناة تعمل ملخصات بجودة عالية وباحترافية. روحوا هناك اشتركوا في القناة، اللينك موجود في الوصف، ودعموه. ويلا نكمل. بعد ما عدت 6 سنين في مدينة ميلهافن اللي كانت جنب الغابة، كان موجود الجد ميتشن، واللي كان عمال بيحكي للأطفال عن تنين ضخم جدا كان ظهر له في الغابة زمان، ووقتها حاول ان هو يطلق عليه النار بس هجم عليه التنين. ودي بقى هي بنته جريس، واللي قالت للأطفال انها قضت عمرها كله في الغابة وعمرها ما شافت التنين. وفي نفس الوقت في الغابة كان الطفل عمال بيطارد أرنب لحد ما يقدر يمسكه، بس كان واقف وراه دب، فقام بعتها وصرخ في وشه، والدب خاف بس مش منه لا من التنين. واللي الطفل بقى كان سماها إليوت، اما هو كان اسمه بيت. فضل يجروا بقى هما الاتنين في الغابة، وبعدها فضلوا يلعبوا سوا في النهر مع بعض ويكملوا بقى جري، بس التنين اختفى وبيت فضل يدور عليه لحد ما لقاه مختفي. وده بقى كان عنده القدرة ان هو يتخفى وكمان بيغير لونه. وهنا بقى الطفل يقفز وراح إليوت وطاروا سوا هما الاتنين، وبعدها راحوا لعند المكان اللي هم عايشين فيه وفضلوا بقى قاعدين سوا لحد بالليل. بس بيت يلاقي ان إليوت كان مركز مع نجمه معينة، وفي تاني يوم يروح المكان بعيد جدا في الغابة عن المنطقة اللي هم عايشين فيها. وهنا بيت يشوف جريس، ودي بقى كانت أول مرة يشوف فيها حد من 6 سنين. وبالنسبة لجريس فكانت حارسة الغابة. الطفل بقى كان عمال بيراقبها وراح بسرعة وسرق البوصلة من الشنطة، أما هي فينده عليها زميلها في الشغل فتروح لعنده، وقبل ما تمشي تروح تاخد مفتاح الحفار بتاع اخو زوجها وترميه. وده بقى علشان كان عمال بيقطع في الشجر في الغابه. ودي بعد ما مشت قام رايح الطفل واخد المفتاح، وهنا وصل بقى إليوت لعند الحفار، وده بقى كان هدمره. اما بيت شافوا الصوره اللي جوه البوصله بتاعت جريس واهلها، اما بالليل كانوا موجودين هما الاتنين في الكهف اللي هما عايشين فيه. والطفل بيت كان عمال بيحاول يقرأ القصة اللي لسه موجودة معاه من 6 سنين من يوم الحادث يعني، ويقول بعدها ان هو اول مرة يشوف واحدة ست من 6 سنين، علشان بعدها يناموا هما الاتنين. وفي تاني يوم بيت يسمع صوت غريب، فخرج وراح ورا الصوت ده لحد ما لقى ان الاشجار عمالة بتنقطع، واللي كان عمال بيقطعها كان هو جافن ان مسؤول عن تقطيع الشجر. اما ده فهو شاك زوج جريس واخو جافن، اما دي فهي ناتالي بنتهم، واللي شافت الطفل بيت وهو مستخبي وراحت وراها بسرعه للغابه، وفضلت بقى تجري وراه لحد ما طلع فوق الشجره، فطلعت وراه هي كمان، ولكن رجلها تتزحلق والناس سمع صوتها. وبيت كان عمال بيحاول ينقذها بس سقطت منه على الارض. وده بقى فضل يلعب في شعرها، فتقول له انت عندك كام سنه؟ فيقول لها 5، فتقول له اكيد لا، شكلك اكبر من كده بكتير. فتساله عن اسمه فيقول لها بيت. بس هنا وصل شاك وجريس وبقيت العمال، ولما سألوها ايه اللي جابك هنا قالت لهم انها جت وراه. فراحت جريس بسرعة وحاولت تتكلم معاه، بس ده كان معاها البوصلة بتاعتها، وبسرعة هرب منها لحد ما جاف نحاول يمسكه بس سقط على الارض واغمى عليه. وفي نفس الوقت ده إليوت كان عمال بيدور على بيت، وبعدها بدأ يصيح وجافن سمع الصوت بس ما كانش عارف ايه ده. وبعد ما شاك مشى كان وصل إليوت لعند رمال وقع على الشجرة، ولما رمال قالوا ايه ده قال لهم جافن وقت الصيد. اما هنا بيتي فوق ويلاقي نفسه موجود في مستشفى، وكانت اول مره يشوف بالونه وخاف منها. وبعدها شاف جريس وهي واقفه بره مع المأمور والدكتوره، وكانوا عمالين بيقولوا يمكن تعان اهله في الغابه. وده بعدها كان عمال بيحاول يفتح الشباك، فتروح ناتالي وتبص في الغرفه وتلاقي ان هو هرب، وتقول لهم ده اختفى، بس ده كان عمال بيجري على الطريق لحد ما قابل 2 معاهم كلب وبدا يهوهو له. اخاف الكلب منه، وده كمل بعدها جري لحد ما اتشعبط في الباص، وبعدها طلع لفوق. وهنا لما لقى الشرطه وصلت قفز فوق عربيه تانية ودخل في الشارع الصغير ده، بس ده كان مسدود. ولحد ما وصلت جريس وكانت عماله بتحاول تهديه، بس هو كان بيحاول يهرب، وبعدها بدا يعمل صوت كلب صغير وكل الناس اتلموا حواليه. اما في الغابه العمال وجافن كانوا عمالين بيدوروا على الكائن الضخم الغامض اللي كسر الشجره، وما كانوش عارفين ان إليوت متخفي وعمال بيراقبهم، وده غير انهم شافوا اثر اقدامه الضخم جدا. ودلوقتي بقى بيت هيروح مع جريس، بس اول ما وصل للبيت حاول يهرب منهم من تاني،
بس بسرعه جريس تلحقه فيقول لها عاوز ارجع للبيت، فتقول له هو بيتك فين؟ بس ما يعرفش يرد عليها، فتقول له خلاص خليك معانا وفي تاني يوم هنروح للمكان اللي لقيناك فيه وتعرفنا بيتك موجود فين بالظبط. فيقول لها طب واليوت؟ فتقول له هو مين اليوت؟ وهنا ينده عليها زوجها جاك. فدخلوا البيت وده كان عمال بيتكلم مع جريس ويقول لها هو ازاي فضل عايش ل6 سنين في الغابه لوحده. في الوقت بقى بيوصل جابن الرمال اللي معاه للكهف اللي اليوت وبيت عايشين فيه، وبيكون اليوت لسه بيراقبهم من بعيد، وبيلاقوا في الكهف قصه الكلب اليوت بتاع البيت، وبيعرف ان هو كان عايش في المكان ده. فبيستغربوا جدا علشان بيلاقوا خطوات رجلين الكائن العملاق موجوده، فبيفهم ان هو كان عايش مع بيت، وبيردوا القصه وبيخرجوا بيها من الكهف. بس اول ما اليوت بيشوفوا مرضين القصه بيتعصب جدا، وبيهجم اليوت عليهم علشان ياخد القصه منهم، وبيخوفهم كلهم وبيخليهم يركبوا عربيتهم ويهربوا فورا. وبيهربوا هم مرعوبين وبيكونوا مش مصدقين عينيهم لان ده تنين، وما بيكونوش واخدين بالهم وهم في العربيه ان اليوت طاير وراهم وبيراقبهم. في نفس الوقت ده بتكون ناتالي بتحاول تفهم بيت الحاجات اللي ما يعرفهاش، وبتساعده وتصرف زي الاولاد اللي في سنه. وبيقعد بيت مع جريس وبيفضل يحكي لها عن صديقه اليوت، فبتساله لو كان اليوت ده شخص زيهم، فبيقول لها لا. وقبل ما يكمل كلامه بيجي اتصال لجريس من ضابط شرطه، وبيعرفها ان هو عرف قصه بيت، وبيحكي لها عن الحادثه اللي اسره بيت اتعرضت لها، وان بيت كان مفقود لسنين لحد ما افتكروه مات زي اهله. في نفس الوقت ده بيكون اليوت ماشي ورا عربيه الجبل لحد ما وصلوا للمدينه، وبيفضل يدور في المدينه على بيت. اما بيت فبيكون قاعد مع ناتالي وبيرسم رسمه، ولما بيخلص الرسمه بيوريها لها وبيقول لها ان هو ده صديقه اليوت. فبتستغرب ناتالي وتقول له ان ده تنين، والتنانين كائنات اسطوريه ابوها كان بيرنلها عنهم. فبيسالها بيت هو ايه التنين ده، لان هو مش عارف ان اليوت تنين اصلا. فبتبدا ناتالي تغني اغنيه التنانين اللي ابوها كان بيغنيها لها وهي صغيره، واثناء ما هي بتغني بتسمعها جريس، فبتفرح جريس جدا لانهم خيروا على بعض. وكمان ناتالي ما غنتش الاغنيه دي من زمان، وهي ما شافتش بنتها ناتالي بالفرحه دي من زمان، فبتسيبها لحد ما بتخلص. وبعدين بتدخل تطلب من ناتالي تخرج عشان عايزه تتكلم مع بيت على انفراد. ولما بتخرج ناتالي بتبدا جريس تسال بيت عن الحادثه ولو فاكر اي حاجه، فبيقول لها بيت هو متاثر جدا ان هو خرج مع عارف في مغامره، والجمله دي كانت اخر حاجه ابوه قالها له. فبتتاكد جريس ان هو فاكر الحادثه وفاكر فقدان ابوه وامه، فبتفضل تواسيه وبتقول له ان هي هتفضل جنبه ومش هتسيبه لوحده. لكن بيقول لها بيت ان هو مش هيكون وحيد لان هو معاه اليوت صديقه المقرب. ولما بتساله المره دي مين هو اليوت بيوريها بيت الرسمه، وبيقول لها ان هو ده اليوت. فاول ما جريس بتشوف الرسمه وبتلاقيه راسم تنين اخضر عملاق بتنصدم، وده لانها بتفتكر ابوها لما كان بيحكي الليالي عن التنين الاخضر، فبتفهم ان ابوها كان صادق في حكايته. وبعدها بيوصل جابن لبيت جاك وبيقول جابن لاخوه ان هو شاف تنين في الغابه، وطبعا جاك ما بيصدقوش فبيتضايق جابن وبيمشي علشان اخوه مش مصدقه. لكن جريس بتكون بتسمعهم وبتتاكد ساعتها ان التنين موجود فعلا. وبعد كده بيقعد جاك مع بيت وناتالي وجريس وبيحكي لهم حدوته بناء على طرد ناتالي وبيت. في نفس اللحظه دي بيكون اليوت وصل لبيت جاك وبيدور على بيت في البيت، وبيبص اليوت من الشباك وبيلاقي بيت قاعد مع جاك واسرته فرحان وسعيد. فبيتاثر اليوت جدا وبيقرر يسيب بيت على راحته عشان يعيش في سعاده مع ابناء جنسه. وبيمشي اليوت من المكان وبيرجع على الغابه وهو حزين. وبعدها بتروح جريس لبيت ابوها ماشيم علشان تشوف الرسومات بتاعته عن التنين، لحد ما بتلاقي ابوها في وشها فبتتكلم دريس معاه وبتحكي له عن بيته وعن موضوع التنين. وبتطلب دريس من مشيم ان هو يحكي قصته الحقيقيه مع التنين. فبيحكي مشيم ان هو كان في الغابه زمان واتفاجئ بالتنين واقف قدامه، وساعتها هو اترعب جدا وطلع بندقيته وحاول يضرب بالنار، لكن ما قدرش يضربه بالنار لانه حس باحساس غريب تجاه التنين ده، حس ان هو كائن طيب وما يستاهلش القتل وما قدرش ساعتها يدوس على الزناد. فبتتاثر جريس بالقصه دي جدا وبتحس ان اليوت فعلا كائن استثنائي. وبيجي تاني يوم وجريس بتاخد بيته وبنتها ناتالي وابوها ماشيم وبيروحوا للغابه علشان يقاتلوا التنين ده. في نفس الوقت بيعرف جاك ان جابن اخوه مش موجود وراح الغابه يصطاد، فبيستغرب جدا وبيقرر يروح للغابه يدور على اخوه. في نفس الوقت ده بيت بياخد جريس والباقيين وبيروح بيهم للكهف وبيخليهم يستنوه بره. وبعد شويه بيخرجوا لهم بيت وهو مع اليوت، وطبعا اول ما بيشوفوه بيخافوا وبيرجعوا كلهم لورا، لكن بيت بيهديهم وبيقول لهم ما يخافوش. واليوت بيقرب منهم ببطء وبيحاول يتقرب لهم ويفهمهم ان هو مش هيأذيهم، لحد ما ناتالي بتهدى وبتقرب منه وبتلاقيه لطيف جدا، فبيهدوا كلهم ومش بيخافوا منه. في اللحظه دي بيتفاجئوا كلهم بدخول جافن عليهم وبيكون معاه شويه صيادين، وبيفضلوا كلهم يضربوا على اليوت طلق مخدر وبيحاصروه من كل مكان. وطبعا بيفضل اليوت يقاومهم وبيحاول يهرب ويطير لفوق، لكن مفعول المخدر بيشتغل وبيقع اليوت من على الارتفاع وبيغمى عليه. وطبعا المكان كله بيتدمر بسبب وقعته.
وبيوصل جاك وبيسأل أخوه على اللي بيحصل، فبيقول له جافن إن ده مجرد تنين وهو اصطاده، وبياخدوه بعد كده على شاحنة كبيرة وبيروحوا يحبسوه في مخزن. فبيتصل جاك بالشرطة وبيبلغهم باللي حصل وبيطلب منهم يجوا في أقرب وقت. أما بيت في الوقت ده بيكون حزين جدا وقاعد ساكت ما بيتكلمش مع حد، رغم إن ناتالي بتحاول تواسيه وكمان بتيجي جريس تواسيه، لكن هم ما بيردش عليهم. وبعد كده بتوصل الشرطة وبيروحوا يتكلموا مع جافن عن الضجة اللي حصلت بخصوص التنين، وبيكون جافن بيقول للشرطة إن هو اللي اصطاد التنين وكده رسمي يكون بتاعه ومش من حق حد ياخده منه. في نفس الوقت ده بيكون بيت ناتالي دخلوا الملزم من غير ما حد ياخد باله واستخناء جافن مع الشرطة، وقفلوا باب الملزم من جوه عليهم وبيحاولوا يحرروا إليوت، ولكن جافن بيسمع صوت جوه الملزم فبيحاول يدخل، ولما بيلاقي الباب مقفول من جوه بيستعين بأصحابه وبيكسروا الباب، لكن بيدخلوا ما بيلاقوش اي حد جوه المخزن، فبيطلعوا بسرعه يدوروا عليهم. لكن بيكون في الوقت ده اليوت متخفي جوه المخزن وكذلك بيت وناتالي، فبتفهم جريس كده فبتقفل باب المخزن عليهم تاني وبتروح تحكي لجاك وتطلب منه المساعده. في نفس الوقت ده بيجي ماشيم يساعد اليوت وبيت وناتالي في المخزن، لكن بيعرف ماشيم ان اليوت مش قادر يطير وبيكون تعبان، فبتيجي ماشيم فكره حلوه فبيرضى على نفس الشاحنه الكبيره اللي جابته لحد المخزن وبيهربوا كلهم بالشاحنه دي. ولكن المشكله ان جبن والصيادين بيشوفوا الشاحنه فبيبداوا يمشوا وراها، وبيبدا اليوت تاني يحاول يطير لكن ما بيقدرش وبيدوس جامد على الشاحنه برجليه، وعلشان كده كاوتشات الشاحنه بتبوظ وبتبدا سرعه الشاحنه تقل، وجافن والصيادين بيقدروا يسبقوهم وبيروحوا يقفوا قدام الشاحنه، لكن مشيم ما بيوقفش وبيخبط عربيتهم بالشاحنه وبيوقع العربيه من فوق الجسر، وبسبب الحادثه دي بتتعطل الشاحنه وبتقف على الطريق، وبتكون كل عربيات الشرطه وباقي عربيات الصيادين خلاص جايين ناحيه الجسر، وكلهم بيبقوا جايين عايزين يمسكوا اليوت. فبيتضايق اليوت جدا وبيطلع فوق الجسر وبيبدا يطلع مام من بقه وينفخ على الجسر، وده علشان يدمره تماما ومحدش يقدر يوصل لهم من الناحيه التانيه. لكن المفاجاه ان عربيه جاك وتريس كانت على الجسر وقلت ما خدش باله، وعربيه جاك كانت خلاص على وشك ان هي تقع بعد ما الجسر اتدمر، فبيحاول جافن يلحق العربيه قبل ما تقع بس ما بيقدرش يمسكها، فبيتدخل هنا اليوت وبيلحق العربيه قبل ما تقع من فوق الجسر، لكن الجسر بيتدمر بيهم كلهم بيقعوا، وبيقف ماشيم وبيت وناتالي مصدومين وبيفضلوا يعيطوا بعد ما بيفتكروا ان هم خلاص ماتوا، ولكن بيتفاجئوا ان اليوت طالع طاير من تحت والباقيين موجودين على ظهره، وبيكون اليوت قدر ينقذهم، فبينزلهم اليوت من على ظهره وبيحضن بيته وكلهم بيقفوا يحضنوا بعض، وبعدها اليوت بياخد بيت على ظهره وبيروح بيه للكهف اللي هم كانوا عايشين فيه سوا، وبيدي اليوت قصه الكلب اليوت لبيت وبيشاور له على صوره في القصه، والصوره دي بيكون فيها الكلب قدر يلاقي اسره مناسبه يعتنوا بيه وفضل معاهم على طول، وبيكون اليوت قصده ان الاحسن لبيت ان هو يفضل مع الاسره دي، فبيحضنوا بيت وبيودعوا بعض الاثنين، وبعدها بيرجع بيت لجاك واسرته علشان يعيش معاهم ويتبنوه، وبيكون إليوت هو اللي وصله لبيت جاك، وبعد ما بيوصله بيطير لبعيد، وبعد فتره بيروح بيته واسرته يطمنوا على اليوت وبيلاقوه كمان بقى عنده اسره واطفال، ورغم بعضهم عن بعض لكنهم مش هيتفرقوا عن بعض ابدا ويفضلوا اصدقاء، وبيخلص الفيلم.